اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى كاع تكونوا بالف خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بريوش رائع جدا كما شفتوا، لا شكلا لا مذاقا، يعني حاجه روعه. ديروها للكوتي ديالكم من تكون عندكم ضياف ولا شي حاجه توجدوا للكوتي، توجدوا هكا. هاد الاشكال رائعه جدا، والاهم انها كتجي لذيذه وتجي مرقه، يعني كتجي حاجه توب توب توب. هنايا بالنسبه للمقادير شنو غادي نحتاجو؟ عندي هنايا 500 غرام ديال الفرينه، دايره جوج زلايف يعني 500 غرام. عندي كذلك زوج خميرات الحلوى يعني تقريبا 7 غرام في الوحده. عندي بيضه، عندي معلقه كبيره ديال خميره العجن، عندي كاس نتاع الزيت ما يعادل 160 مليلتر او 160 غرام، عندي 160 غرام نتاع سنيده ما يعادل كاس نتاع العنبه، عندي هنا 3 ديال المعالق كبار نتاع الجنجلان او السمسم اللي حمرته وطحنته، قلت لكم 3 ديال المعالق كبار. وعندي هنايا القوام ديال الكعك. القوام ديال الكعك بزاف الاخوات يسولوني، كاين نافع، حبه حلاوه وبسيبيسه. هادو بثلاثه خديت منهم شويه شويه شويه، تقريبا واحد بيناتهم واحد 3 معالق هكا، حمرتهم وطحنتهم. حتى هما هادو هما قوام الكيك. انا هادو اللي درتهم ينسموا لي هاد البريوش. ما بغيتوش ديروهم هاد الجنجلان وما بغيتوش ديروا هاد القوام، غادي ديروا زوج ساشيات نتاع الفاني، يعني غادي ديروا بريوش بذوق الفاني، ولا ديروا القشور ديال الحامض. داكشي اللي كاين بصح بهاد الطريقه كيجيو روعه. كناخذوا واحد السالاجي هكا فاش غادي نخدموا، كنديروا الزيت، كنديروا بيضه، كنديروا السكر ورشيشه ديال الملح، ونديروا ديك الخماره ديال العجين كما قلت لكم معلقه، ونضربوا هاد المقادير كاملين مزيان مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. ملي يتجانسوا مع بعضياتهم بهذه الطريقه غادي نضيف هذاك السمسم وهذوك القوام نتاع الكيك، وغادي نخلطهم بهذه الطريقه. يعني ملي كتمشيو تشريو على داك اللي يبيع هاد الحوايج كتقولوا له عطينا القوام نتاع الكيك، هو كيعطيكم بلا ما تذكروا كاع الاسماء، هو يعطيكم كاملين. كنضيف الدقيق ونضيف زوج نتاع الخميرات، وكنبدي نجمع العجينه حتى كندخل فيها كاع دوك القوام بهذه الطريقه. هاجي نضيف كلشي الكميه اللي عطيتكم، يعني 500 غرام. بغيتو تقسموا المقادير قسموا المقادير، يعني انا هادو داروا لي 3 تاع لي بريوش موسطين. نجمع العجينه. هنايا غادي نزيد لها واحد نص كاس ديال الماء دافي، فقط نصف كاس غادي تجمع لكم. ملي تجمع لكم بهذه الطريقه، يعني كتضيفوا داك نص كاس كتضيفوه بشويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد العجينه متماسكه بهذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا. نجمع فيها بشويه حتى نحصل عليها بهذا الشكل، فقط ما غاديش ندلكوها ولا شي حاجه، فقط ندوروها غير بهذا الشكل هذا واحد دقيقه هكا، ونحطوها في داك الاناء ونخليوها. ماشي ضروري تخمر، فقط واحد 15 دقيقه حتى ترتاح لي مزيان. 15 دقيقه نخليوها تريح. صافي ملي تريح نجدو واحد الصينيه ندهنوها بهذا الشكل هذا ونشكلوا كويرات. بالنسبه لهاد العجينه تعطيكم 15 نتاع الكويرات، يعني 15 كويره في هذا الحجم اللي كتشوفوا معايا. غادي نكمل انا نصاوب كاع الكويرات ديالي بهذا الشكل هذا، تنكمل كاع الكميه اللي عندي. الا بغيتو ديروا وحده كبيره غادي ديروا الكويرات ديالكم كبار، ديروهم كبار. هنا كما شفتوا كل 5 درتها الخمسه ديال الكويرات درتهم بوحدهم، 5 في 5 في 5، يعني حاجه باينه. كنبديو نسرحوا 5 الاولى، ونحتاجوا شويه نتاع الزبده تكون في حراره الغرفه ماشي دايبه. كنبديو نقرصوا الاولى الزوجه كما راكم تشوفوا، ما كنقرصوهمش بزاف فقط في هذا الحجم. كنديروا بيناتهم الزبده ونديروا وحده من فوق الاخرى، وضروري نديروهم قد يعني ما تجيش وحده خارجه على الاخرى. نكملوا نزيدوا الزبده ونزيدوا الثالثه، نزيدوا الرابعه، وضروري كما قلت لكم ما بين الطبقات نديروا الزبده تكون في حراره الغرفه. والاخيره هي الخامسه، يعني غادي نديروا 5 ديال الطبقات في كل وحده. طريقه سهله، وكنقرصوهم بهذا الشكل هذا كاملين
بهذه الطريقه نجيبوا الصينيه اللي غادي تدخل الفران ونحطوه في الصينيه نتاع الفران. نعاود لكم مره اخرى هكا بحاجه سريعه. كما قلت لكم كتديروا وحده فوق وحده وكتفرقوها بالزبده، كيجيو مرقين هائلين يعني بمعنى الكلمه. ونديروهم كاملين ونقرصوهم ونديروها مع اختها في الصينيه. الان غادي نبديو نزوقوهم. كناخذ واحد الفنجال هكا في هذا الحجم، كنديره في الوسط وكنضغط، ماشي كاع تقطعوا، ما تقطعوش، فقط تضغطوا بهذا الشكل هذا باش نحصلوا على دائره في الوسط. وغادي نبدي ناخذ الموس ديالي ونبقى نشكل في الوريضات كما راكم تشوفوا. غادي ندير في الاول ما توصلوش حتى للطرف، شوفوا معايا ما كنوصلش حتى للدائره، ما نقطعش، نقطع غير من الطرف حتى يعني حتى نقرب ليك الدائره. نقطعوا على 4، من بعد نوليو نقطعوا على 8، من بعد نوليو نقطعوا كل وحده في النص ديالها. شوفوا معايا كيفاش بهذا الشكل هذا باش نحصلوا على الشكل نتاع الوريضه يجي زوين. وكنبديو نلويو كل وحده كندوروها على زوج كما راكم تشوفوا معايا. كندير لها زوج ديال اللويات، يعني طريقه سهله ماهله. نديروا لها زوج نتاع الدورات بهذا الشكل تنكمل كاع الكميه اللي عندي او البريوش اللي عندي. غادي ندير انا بهذه الكيفيه كاع الزوج الاخرين اللي باقيين لي بهذا الشكل هذا، وكيعطيونا هذا الشكل رائع جدا. يعني كيجي المنظر ديالهم زوين. خليهم يخمروا. هنايا راهم خمروا لي ضروري، وسرعوا عمليه ديال التخمير. سخنوا الفران، طفيو عليه، حشوهم يخمروا، من بعد جبدوهم. درت لهم بيضه مع شويه ديال نيسكافي او يعني قهوه سريعه الذوبان، ضربتها مزيان وراني ندهن فيهم كاملين، ندهنهم بهذا الشكل هذا. ونكون مسخنه الفران، ندخلهم يطيبوا يحمروا لي من الاسفل، من بعد ننزلهم يحمروا من الفوق ونخرجوهم. درت لهم شويه نتاع الجنجلان في الوسط بهذا الشكل هذا وندخلهم. وضروري كما قلت لكم يخمروا. هنايا ملي خرجتهم حتى حمروا لي وكل شيء كيجيو بهذا الشكل، كيجيو حاجه زويونه. كما قلت لكم انا كنديرهم خاصه هكا من يكونوا عندي الضياف غادي يجيو عندي في العشيه ولا يعني الاتاي ولا القهوه، كنديرهم حتى المنظر ديالهم باش كتحطوهم في الطبسيل كيجيو رائعين جدا وكيجيو هشاش. واكيد البنه ضروري دائما، حنا عندنا البنه هي اللي خصها تكون حاضره دائما. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، واكيد خاصكم تجربوهم لحقاش كيستحقوا التجربه. وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تعليقاتكم، والاشتراك في القناه اللي جديده اكيد. كذلك ضروري تفعلوا الجرس الصغير، كاين واحد الجرس صغير حدا ابوني، ضغطوا عليه باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو الفيديوهات ديالي مع اللي عزيز عليكم. خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي. بالنسبه للداخل كما كتشوفوا ما كيجيو لا معجنين لا والو، كتجي شي حاجه اللي توب 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 زوينه، وتشربوهم مع القهوه بصحه والراحه. الى اللقاء.